عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعافيه. اليوم ان شاء الله باش نعمل حلويات تونسيه مكونه من 200 جرام من البوفريوه اللي رحيتها، حمرتها ورحيتها، 3 مغارف من اكل من السمسم المطحون، السكر الناعم، شويه ماء ورد للعجين، تنجموا تعملوا ماء عطرشيه او ماء الزهر، شويه زبده سائله. الأوراق هذوما باش نستعملهم نتاع اللونفيا، قصيتهم على 2. باش نبدا على بركة الله. باش ناخذ البوفريوة باش نحطها في الإناء معاها السمسم. باش نعمل السكر الناعم، تنجموا تعملوا السكر العادي يعني حسب الرغبة. باش نبدا نحاول نعجن الخليط هذا. اذا نتحصل على خليط كيف ما هذا الشكل يلزمو يتلم. هذا العجين متاعي الشيرتين نتويها على 2، بعد نحط لها الشكل يعني يذوب شويه من الخليط، نحطه هوني ونحاول ديما نثبت. اذا ديما نمشي مع الخط المستوي متاعي هوني هكا. الخط المستوي نتبع الخط المستوي هوني، نرجع للخط هذا ونسكر، ندخلها هونية هالشكل. هذوما الكعبات الصمصة متاعي باش نحطهم في الفرن 150 درجة، لكن مش نحطهم برشا لانه يدوب تاخذ العجين اللون الذهبي ونخرجهم. الصمصة حضرت وتوا هي مادام مازالت سخونة باش نحطها في القطر متاعي، هو بارد. عملته بزوز كيسان سكر مع كوب ونص ماء وماء ورد وشوية قارص. نحطهم هوني. عندي هوني فستق حلبي باش نحطه في وسطهم. هذه فكرتي اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم. عملت حلويات اللي نستعملوها مكثر في رمضان الكريم. هوني زينتها بشويه بيستاش او ما يسمى بالفستق الحلبي والسمسم. ما قعدتش برشا في الفرن، خليتها حتى لين ولا اللون بتاعها ذهبي، وعملت معاها قهوه عربي. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم، وما بقى لي كنقول لكم بسلامه وتبقاو على خير.